فين تشكيلة الأسبوع يا بيبو؟ ما تخافش أنا مش ناسي، يلا بينا نعمل تشكيلة الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، يلا بينا. في حراسة المرمى هاخد محمد صبحي اللي مظلوم إعلاميا، اللي مش واخد حقه. محمد صبحي الفترة الأخيرة هفضل أقولها وأعيدها كتير، اللي مقدم مستويات جامدة جدا مع نادي الزمالك ومش واخد حقه. محمد صبحي هو حارس التشكيلة بتاعتي للمرة الثانية. الأربعة المدافعين هبدأ بالباك رايت، هاخد علي فوزي مدافع نادي مودرن سبورت اللي ظهر بشكل ممتاز جدا في ماتش قدام نادي بيراميدز. وانا لسه برضه في مودرن سبورت مش هروح بعيد، هاخد ناحية تانية باك ليفت محمد دسوقي مدافع نادي مودرن برضه. كده فاضل الاثنين مساكين، هاخد محمد عمار مدافع نادي الاسماعيلي وجنبه محمود حمدي الونش. خش لي على نص الملعب، هاخد المخضرم محمد اشرف رؤى مودريتش اللي تسبب في تعادل نادي حرس الحدود مع النادي المصري وخلى نادي الزمالك يتصدر، يعني ده سبب كافي للرؤى الصراحه بالنسبه لي. انا بقول التشكيله دي بالنسبه لي ما حدش يتكلم ويبدا يتكلم والحاجات اللي احنا حافظينها دي، التشكيله دي كلها بالنسبه لي من وجهه نظري. جنبه هاخد غنام محمد لاعب نادي مودرن سبورت، قدامهم المايسترو عبد الله السعيد. خش لي على الوينجات، هاخد خوان الفينا وينج رايت، وينج ليفت هاخد الانجولي شيكو بنزا، وراس حربه صريح هاخد احمد عاطف مهاجم نادي زد. دي التشكيله اللي انا اخترتها من وجهه نظري للجوله الرابعه. كله يقول لي رايه في التشكيله، استنوا فيديو تشكيله الجوله الخامسه وهنختارها سوا باذن الله. وبس كده، سلام.